عشاق الساحرة المستديرة، مرحبا بكم في كل مكان، مرحبا بكم من كل بقاع أراضي العالم. إذا كما شاهدنا، المنتخب المغربي يفرض تعادلا إيجابيا على نظيره البرازيلي منتخب السامبا. يفتتح أولى مبارياته بالمونديال بتعادل إيجابي ضد السامبا، هدف مقابل هدف. السلام عليكم ورحمة الله عشاق كرة القدم، عشاق المنتخب المغربي، لكل مغربي في كل بقاع العالم مرحبا بكم في هذا الفيديو المثير والفيديو الجذاب. إذا افتتح المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم 2026 بأمريكا بتعادل إيجابي فرضه على المنتخب البرازيلي منتخب السامبا. استطاع المنتخب المغربي تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه الصباري في الدقائق الأولى من الشوط الأول. بعدها بدقائق قليلة استطاع فينيسيوس بعد غفلة من الدفاع أن يعدل النتيجة، وتصبح النتيجة 1-1، ويستمر الشوط الأول في العالم. فالمنتخب المغربي فرض أسلوبه في اللعب واستحوذ على الكرة في مناطق الخصم، مما منعهم من تركيب وتشكيل أي هجمات خطيرة وفعالة على المغرب. فالمدرب وهبي لعب بأسلوب فعال، أسلوب واقعي، حيث سيطر على وسط الميدان. وفي أغلب لحظات المقابلة نرى المنتخب المغربي هو المسيطر، هو المتحكم في زمام الأمور، يعني بناية الهجمات واللعب في وسط الميدان وتمريرات قصيرة. المنتخب المغربي فرض أسلوبه على منتخب السامبا المعروف عالميا بكرة القدم. فالمغرب أصبح بلد قوي، الكل وخوف وخلعة نيمار الذي كان يقفز من دكة الاحتياط كل مرة. وبفضل ياسين بونو استطاع المغرب أن يحافظ على تعادل. قد أشادت الصحف العالمية والصحف العربية وكل وسائل الإعلام على أن المنتخب المغربي فرض أسلوبا قويا على البرازيل وفرض عليه التعادل بنتيجة سجل هدف التعادل للبرازيل. بعد هذه المباراة كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم أصبحوا يضربون ألف حساب للمغرب، كيف يمكنهم تجاوز صخرة وسط الميدان. إذن فالمغرب أصبح من الكبار، يقارع الكبار بدون خوف ولا تأثر من النجوم. فالمنتخب المغربي بحد ذاته يملك نجوما عالميين. والآن أترككم مع مقتطفات قصيرة من تغطية الصحف العربية وما قالوا عن تعادل المنتخب المغربي ضد البرازيل. من المرتدات، من التواجد في عدم توازن في منتخب، معناتها منتخب يمتلك لاعبين ممتازين ولاعبين جيدين على المستوى المهاري، المستوى الفردي. إمكانيات كبيرة للمنتخب المغرب، والمنتخب المغرب معناتها النسخة السابقة وصلوا للمربع، الاحتفاظ بالكرة وعدم التسريع بالكرة معناتها ضد منتخبات اللي تكون مركزة. منتخب المغرب والذي نعتبره أيضا هو المنتخب الأكثر عربيا الذي سيذهب بعيدا بعد نتيجة إيجابية حققها مع البرازيل. في كل الصحف وكل المعلقين في سن متاع 18 سنة كان صحيح. قام بمباراة على مستوى عالي وعالي جدا، معناتها لاعب مميز ولاعب ينتظر مستقبل كبير. وهذه أكيد اللي يكونهم طموحهم أكبر، أكيد ثقتهم في أنفسهم أكبر، ويشوفوا روحهم اللي يكونوا من البرازيل وفرنسا والمنتخبات الكبيرة هذه فازوا على اسبانيا، طلعوا اسبانيا في كاس العالم 22. نعم. En el Real Madrid pasa muchas veces desapercibido y ves a este Brahim y digo, yo quiero a este Brahim en el Real Madrid tan determinante, tan... Le metieron los primeros 10 minutos 14 patadas, o sea, no lo podían sostener. Es organizador, ya lo hizo en la Copa de África, que claro, en el Real Madrid no venía jugando, no terminaba de ganarse ese puesto. El Real Madrid, yo creo que... للأسف المنتخب المغربي قدم أداء عالمي أمام البرازيل بعدما كنا نتوقع خسارته بنتيجة كبيرة بحكم تواجد لاعبين عالميين في البرازيل، لكن المنتخب المغربي قدم أداء. المغربي يمتلك تشكيلة قوية، لديه فرديات لامعة. نتحدث عن حكيمي في باريس سان جيرمان. المهم أننا تخلصنا نهائيا من العقدة التي كانت تميز المنتخبات العربية والإفريقية أيضا أمام المنتخبات الكبيرة. المغرب حل هذه العقدة، إن شاء الله هذا الأمر يكون في الخير على كل المنتخبات العربية. اليوم كي تشوف المغرب الميليو تيران تاعهم اللي تزقيولو نتوما سنتينال في الدفاع، في الهجوم، في كسر اللعب، شيء مدهش واش يخدموا كسنتينال. Claro, o empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota mesmo agora depois do 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. E nós somos brasileiros. Marrocos, com certeza, apresentou, na minha opinião, um futebol melhor, mais técnico, mais bem posicionado. É claro que a gente tem
melhores jogadores do que o Marrocos. Mas infelizmente a Copa do Mundo, principalmente na estreia. Peraí que o Belge pediu passagem. Más atrevido, mucho más suelto, digamos con características más afines a lo que es culturalmente Marruecos y a esas escuelas con las que está trabajando, intentando fabricar talentos de primerísima categoría, ¿no? Y hemos visto jugadores jovencísimos que se hicieron dueños del partido y que además le discutían al árbitro, le discutían al contrario, le discutían a un compañero. Decía, bueno, pues ¿este qué tiene? إذا وكما شاهدنا العالم يحكي عن المغرب، يحكي عن قوته البدنية، كيف سير نسق البرازيل، النسق الدفاعي والنسق الهجومي، كيف المنتخب المغربي سيطر على وسط الميدان، وكيف كانت فعالية اللاعبين، وكذلك دكات الاحتياط، اللاعبين الذين دخلوا احتياطيا يعني كان لهم دور فعالا في الحفاظ على النتيجة، وكان بإمكانهم الفوز في أكثر من لحظة. إذا في انتظار باقي المباريات، المباراة الثانية ضد اسكتلندا والمباراة الأخيرة ضد هايتي، نتمنى كل الحظ، نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي وأن يمر ويتأهل إلى الدور الثاني، وبعدها كما فعل في المونديال السابق 2022 نتمنى له إنجازا عالميا ثانيا، ولما لا أن نحلم بالظفر باللقب الذهبية، الكأس العالمية التي يحلم بها كل لاعب في العالم وكل مدرب في العالم وكل مشجع في العالم. من هنا إلى هناك لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة للاطلاع على كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.